الإمام والفقيه المصري أبو يعقوب يوسف ابن يحيى المصري البويطي، مصري من فقهاء الشافعية من قرية بويط بمحافظة بني سويف، وصاحب الإمام الشافعي وتلميذه. وقد قال أحد أصحاب الشافعي أنهم سألوه في مرضه: من الذي تحب أن يخلفك من بعدك في حلقة العلم والدرس؟ فأشار إلى أبي يعقوب يوسف ابن يحيى البويطي قائلا: هذا لا يوجد أعلم منه بين أصحابه. وتوفي الإمام الشافعي، فكان الإمام البويطي هو الذي يملأ من بعده مكان الدرس والإفتاء والتعليم بما أوتي من غزارة العلم وقوة الاجتهاد والاستقامة في الدين. وسجن البويطي في بغداد بسبب محنة خلق القرآن في عهد الدولة العباسية. وقد قال الساجي: كان البويطي وهو في الحبس يغتسل كل جمعة ويتطيب ويغسل ثيابه، ثم يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء فيرده السجان ويقول: ارجع رحمك الله. فيقول البويطي: اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. وتوفي البويطي في شهر رجب سنة 231 هجريا في سجن بغداد. ومن مؤلفاته كتاب مختصر البويطي، فيه اختصار للعديد من دروس الإمام الشافعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.